المستكشف والأنثروبيولوجي الإنجليزي غوست فريمان سمع من سكان فيانجا قصص غريبة تروى بين الأهالي عن رجل يعيش مع بعض القرويين ولديه قرون على رأسه تشبه قرون الماعز. قرر غوست فريمان عام 1934 بدافع الفضول والشك أن يتحقق من الأمر بنفسه، وسافر إلى فيانجا الواقع بمنطقة مايو كيبي في تشاد، وبالفعل وجد رجلا طويل القامة مهيبا بعينين حدتين وقرنين يبدوان كالتاج الملكي على رأسه. الرجل يسمى نجابيا باتي أو الغامض في لغتهم المحلية. كان الرجل حذرا في التحدث مع فريمان في البداية، لكنه بعد وقت وافق، وقضى فريمان عدة أيام معه يدرس ممارساته ويحاول فهم أصل قرونه، والتقط صورا له وجمع عينات للتحليل، وكتب عنه تقريرا اختصاره أن قرونه بدأت في النمو منذ صغره في ظاهرة غير مفسرة أثارت الخوف. عاش معزولا طوال حياته منبوذا من عائلته وقريته بسبب مظهره الفريد. رغم عزلته وتهميشه اكتسب حكمة عميقة ومعرفة واسعة بالطبيعة وأساليب العلاج التقليدي. أنا إبراهيم من غزة، عمل لي متابعة للمزيد ويعطيكم العافية.